عفيفا صادقا أمينا، حتى لقب بالصادق الأمين. كان حليما كريما شجاعا، أعطى العرب ذمة. كان كل العرب في ذاك الوقت يضعون أماناتهم عند هذا الرجل. صبورا على المكاره والأذى في سبيل نشر دعوته. كان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، يحب الفقراء والمساكين ويأكل معهم، يتواضع، قليل الأكل، يجلس على التراب. صفات كثيرة جدا، يعني لا يمكن لإنسان مثلي أن يصف هذا النبي أو هذه الشخصية. فهو يعني شخصية غير طبيعية، لها امتيازات خاصة كما ذكرنا. الدين الإسلامي بصورة عامة الذي أنزل على هذا النبي كان دين رحمة، دين رأفة. لذلك اليوم عندما نرى الطرف الآخر، طرف التكفير، هذا بعيد كل البعد، بعيد عن شخصية النبي الذي كان يسأل عن يهودي كان يؤذيه جاره. يهودي كان يؤذي النبي، فيوم أو يومين ما حصلت الأذية من اليهودي للنبي، فسأل النبي: ما بال جارنا اليهودي؟ ما نرى يعني ما يأذينا، صار يومين. قالوا له مريض، فذهب إليه ليزوره، فقال له: أنت أنا يومية أأذيك وأنا صار يومين مريض، تجي تزورني لأني ما آذيتك؟ هذه كانت يعني أخلاق النبي. طبعا أخلاق النبي هي أخلاق الإسلام. لذلك اليوم عندما نرى هذه الصيحات من هنا وهناك، وهذا الفكر التكفيري بقتل الناس، بقطع الرؤوس، بالمصطلحات الإرهابية الموجودة اليوم في القنوات أو في الشوارع أو في المدن، هذه لا تمثل الإسلام، وهي بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي الذي كان يحمله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعيدة جدا، بعيدة جدا. فيجب علينا كمسلمين أن نتبع هذه الشخصية، نتبع هذه الشخصية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب أن نستفاد من كلمات هذا الرجل، من سيرة هذا الرجل. عندما نقرأ، مع شديد الأسف، عندما نقرأ حياة النبي، نقرأ حياة للمعلومة ليس للتعلم. يعني فرق بين إنسان يقرأ حياة النبي ويستفاد من عتها في حياته اليومية، وفرق بين إنسان يقرأها للتعلم لغرض الامتحان أو لغرض وجود معلومة في الذهن. اليوم كثير من الأخوة يقرؤون القرآن لأجل الثواب، لكن ما يقرؤون القرآن. أنا كثير يعني بعض لا الناس تقرأ للفهم، للتمعن في آيات القرآن الكريم. فمن نقرأ سيرة النبي ما نقرأها للفهم، للتطبيق. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الفرد الأكمل، الفرد الأكمل في كل شيء. هو الإسلام، هو القرآن الناطق. يعني عندما نريد أن نفسر القرآن من خلال حركات وسكنات هذا الرجل العظيم، طبعا وآل البيت. لكن اليوم احنا يكون نصب الأضواء مع الصديق، كيف يتعامل مع العدو، كيف يتعامل مع المرأة، كيف يتعامل مع الرجل، كيف يتعامل مع العدو. هذه التعاملات يجب أن تكون منهجنا في الحياة. لو كان ارتباطنا مع النبي بهذا الأساس وبهذا المعنى، ما يحصل عندنا التباعد. ومع شديد الأسف لكثير من المسلمين سواء كان سنة أو شيعة، نتكلم بصورة عامة، ابتعدوا كل البعد عن الأخلاق الحقيقية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالنبي محمد هو يعني ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن رسول الله هو مصداق حقيقي للأخلاق وللعبادة وللشخصية الحقيقية وللدين وللعرفان ولكل شيء وحتى للعلم. يا حبذا أن نأخذ دائما مقاطع من حياة هذا النبي ونرسمها بحياتنا الاجتماعية. إذا يمكن يعني أنا أعتذر أساتذة، أنا لست بخطيب، يعني ما عندي منهج الخطابي، أسلوب الخطابة بعيد كل البعد عني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي تجرؤي في الخطابة هذا. اليوم نشوف أن المجتمع الأوروبي انتهج منهج في التربية، منهج وإن كان مخالف للشريعة الإسلامية إلا إنه منهج ثابت. منهج ثابت. لا نصر منهج ثابت. ينقلون لنا إنه سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو طفل صغير، بالنظام يلتزم بالنظام. ليش يلتزم بالنظام؟ ما يقبل العراقي، ما يقبل الأوروبي، ما يقبل شخص يخالف النظام، يشتكي عليه. حتى لو كان في البيت، حتى لو كان في بيته واحد من أفراد عائلته يخطأ، هذا المواطن الآخر يعني يقول له أنت أخطأت، أنت خالفت القانون، مخالفة القانون غير صحيحة، يجب عليك أن كذا وكذا وكذا. هاي النقطة، مع أنه القوانين الأوروبية ليست بدين ولا يتعبدون بها، لكن شنو اللي خلاهم يتمسكون بهذه النقطة؟ أو إحنا المسلمين اللي عندنا دين إلهي سماوي لا نتمسك به. النقطة اجت منين؟ اجت من تطبيق النظرية، تطبيق النظرية في المجتمع. احنا نحمل فكر بس موجود بالكتب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمل أخلاق لكن موجودة بالكتب. نحمل علوم من الثقافة سواء كان بالفلسفة أو بعلم الاجتماع أو بعلم النفس أو بالتربية أو بغيرها، لكن موجودة وين؟ بالكتب على الرفوف. الفلاسفة الأوروبيين وعلماء الاجتماع الأوروبيين قالوا ما يصير، احنا هاي الموجودة النظريات ما نخليها موجودة بالكتب، احنا نطرحها بالشارع، نخلي أن تمشي بالشارع. لذلك الطفل بدت المنهجية، طبعا هذه سنوات أساتذة، يعني مو بيوم وليلة إنه الأوروبيين صاروا بهذا المستوى من الالتزام بالقانون، لا مو يوم وليلة. تعبوا على نفسهم وخلوا مجتمعهم بهذا المستوى. يعني جابوا منذ الطفل ربوه على منهجية، من الروضة إلى الابتدائي إلى المتوسطة إلى الإعدادي، إلى أن وصلوه وخرجوه. من يتخرج انطوه، من اتخرج بفكر ومعلومة وعلم، اتخرج بفكر إنه ما يجب أن يخالف القانون. القانون مخالفته خطرة، تأثر على الدولة، على نظام الدولة، على اقتصاد الدولة، على سمعة الدولة. وخرجوه أما مهندس أو طبيب أو تاجر أو غيره من العلوم الأخرى. احنا اليوم في بلادنا مع شديد الأسف وما تسمى بالإسلامية، احنا نعلم الثقافة الأوروبية، نلبس الملابس الأوروبية، بعد ما يكبر ويصير عندنا فلوس نوديه إلى أوروبا يتعلم هناك، ياخذ الثقافة الأوروبية هناك. من يجينا ما شاء الله
يجينا أوروبي بغطاء إسلامي، يجينا أوروبي بغطاء إسلامي، أول ما يتعلم المصطلحات ويتعلم الكلمات الإنجليزية، اللي إنه يتكلم إنجليزي مثلا أكثر ثقافة من يتكلم عربي، إنه مثلا كذا، أو يحمل شهادة من أوروبا. يعني من عجائب الدنيا أساتذة إنه شهادة اللغة العربية، شهادة الدكتوراه باللغة العربية من الجامعات الأوروبية أعلى من شهادة الدكتوراه في الدول العربية. سبحان الله. يعني اللي يريد ياخذ شهادة باللغة العربية يروح ياخذها من أوروبا، بينما في الدول العربية، خلينا نقول مثلا مصر أو العراق، صاحبة الثقافة العربية على مر التاريخ، شهادتها أقل مستوى عالميا من الشهادات الأوروبية. فانعكست المعادلة. يمكن، وليس بالمستحيل، يمكن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكن أن نرجع إلى هذه الشخصيات عن في صلى الله عليه وآله وسلم، إلى مثلا للإمام علي، ننظر إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى آل البيت جميعا، ننظر إلى رجالهم، ننظر إلى نسائهم، نأخذ منهم من عندهم هذه الحركات، هذه السكنات، هذه الكلمات، ونحاول أن نطبقها في حياتنا اليومية، نحاول نطبقها في حياتنا اليومية. طبعا مثل ما قلت لكم، يعني أنا أعتذر شديد الاعتذار، مو خطيب، لكن هذه الكلمات موضوع حبيت أن نطرحه في ذكرى شهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعتذر أساتذة عن الإطالة. طبعا ملاحظة عندي، يعني بالنسبة لي أخوي سجلت يا بعد عيني أنا